جوزي قال لي هيتجوز عليا، يا ترضي يا ما ترضيش. قلت له لا طبعا مش هرضى، وعايز تروح تتجوز، بس قبل ما تتجوز ورق الطلاق تكون عندي. واحده بعتالي وبتقولي ان جوزها اعترف لها ان هو عايز يتجوز لاسباب خاصه عنده، وده مش معناه ان هي مقصره معاه، وفي نفس الوقت عايز يجمعهم هما الاتنين. دي ليها حياتها ودي ليها حياتها، بس هو عايز يجمع ما بينهم هما الاتنين، وفي نفس الوقت هيعدل ما بينهم. اديته وقلت لها احكي لي تفاصيل اكتر عن الموضوع. قالت لي للاسف هو شايف ان هو محتاج حاجات تانية اكتر مش لاقيها فيا. قلت لها طيب وما اتكلمتيش معاه ليه وحاولتوا تتفاهموا انتوا الاتنين في الحاجات اللي ناقصاكي عشان خاطر تزوديها؟ ردت وقالت لي اتكلمت انا وهو وحاولنا نوصل لحل وسط، لدرجة ان انا كمان حاولت ابعد عنه عشان خاطر اوحشه، بس للأسف هو ما رجعش عن قراره. راحت قالت له خلاص الفيصل النهائي، طالما انت عايز تتجوز واحدة تانية يبقى انا وانت مفيش نصيب ما بيننا، وربنا يوفقك ويعوضني على اللي انت عملته فيا. وفي النهاية جوزها رفض ان هو يفرط فيها، وقال لها انا لا عايز اظلمك ولا عايز اظلمها، وللأسف انا قلبي هو اللي ملها. قال لها انا هسيبك فرصة تفكري، وفي نفس الوقت الموضوع ما يدخلش فيه قلب، حاولي تركزي شوية بعقل عشان البيت ما يتخربش، وانا بعمل حاجة حرام مش حلال. قالت لي بس انا مصممة اتطلق، وبيني وبينك المحاكم، لو ما طلقتش هخلع. رد وقال لها بكل رجولة وبقوة ما تقدريش تعملي حاجة، وفي نفس الوقت انا مش هوقفك في محاكم يا بنت الناس، وانا مش هفرط فيكي. قالت له خلاص يبقى نروح لدار افتاء ونسأل فيها. الله اللي واثق ومتأكد منه اني محدش هيغلطني، لان انا لا عايزة افرط فيكي ولا اعمل حاجة حرام. في الاخر وصلت ان هي قالت له طب ما تتجوزهاش وخليك معاها. قلت لها يعني انت همك الوحيد ان انت تبقي الزوجة الاولى والقديمة؟ قالت لي المهم ان هي ما تبقاش على ذمته، لا تخلف له في يوم ولا في يوم من الايام تقول لي انا ليا حق. فقالت لي انا عايزه اعرف انا صح ولا غلط، وهل هو كمان صح ولا غلط؟ قلت لها ماليش الحكم ان اقول لك انت صح ولا غلط، بس انا ليا وجهه نظر صغيره قوي. انت مش بتحبيه، انت اهم حاجه عندك نفسك، فبالتالي ما تستنيش مني ان انا اجي اقول لك ده حقك ولا مش حقك، ولا حقه ولا مش حق. واحد غيره كان ممكن يقول لك مع الف سلامه واعملي اللي انت عايزاه، بس هو لسه متمسك بيكي، وفي نفس الوقت برضو انت ليكي حق كبير. هي مستنيه كومنتاتكم ومستنيه تعليقاتكم لان الموضوع كبير وفيه تفاصيل اكتر، بس انا حاولت اوصل حاجات صغيره اللي معلقه معايا شويه. مستنيه كومنتاتكم. السلام عليكم.